تعملي ايه يا بنتي؟ كل سنة وانت طيبة يا ماما، تعالي افطري معايا. غلط تفطري كده على الريق، وبعدين انت مش عامله دايت، المفروض ما تاكليش من الحاجات دي خالص اصلا. إيه الظلم ده؟ هو انا عشان بخس يعني ما اكلش كحك العيد؟ بقول لك ايه، ما تتعبنيش، احنا نسمع كلام دكتور امنيه قالت ايه في الموضوع ده. ازاي هناكل كحك وبسكوت من غير ما نزيد في الوزن؟ خلينا نتفق على كام اتفاق هيفرقوا معانا كتير جدا. اول حاجة ان المناسبات والاعياد مش وقت مناسب لفقدان الوزن. انا بس عايز اطلع من العيد محافظ على وزني ومحافظ على الوزن اللي قبل كده خسيته. تاني حاجة ان لما باكل بالعقل كده بكميات معتدلة انا مش باذي نفسي. تالت حاجة ان الكحك والبسكوت الى اخره هو عبارة عن نشويات كتيرة قوي معاها دهون كتيرة قوي، فانا باخدهم دايما بعد وجبات رئيسية غنية جدا بالبروتين والألياف، قليلة الكربوهيدرات وقليلة الفاتس. رابع حاجة نشرب ميه كتير ونتحرك كتير يا جماعه، ما احنا اجازه. خامس حاجه لازم اكون مفهم مخي وبتعامل مع الكحك والبسكوت والبيتي فور وكل حاجات العيد ان هي حلويات، فانا بحلي بيها بعد وجبه رئيسيه واحده بس في اليوم. وممكن اعمل الحركه دي 3 ايام العيد وكفايه على كده، وباخد كميه بسيطه مثلا 3 قطع في اليوم وكفايه على كده عشان ما زدش. قالت عادي اكل اهو، بس بالعقل بالطريقه اللي قالت عليها، مش الطبق ده كله ومش على الريق. وبعدين دكتوره امنيه قالت لي كمان هتنزل فيديو لطيف جدا عن الرسول كان بيفطر ايه في عيد الفطر عليه الصلاه والسلام. يواصل انت اللي عندك اخبار من الكنترول.